هلا بالله احلى اخوات، اهلا بيكم في سلسله فيديوهات كان في مكان. تعمل ايه لو عايز تروح سوق الجمعه؟ عشان تقدر توصل لسوق الجمعة هتركب من أي مكان في مصر رايح للسيدة عائشة، هتقول له نزلني أمام مسجد السيدة عائشة خلف قلعة صلاح الدين، وهتلاقي السوق أمام المسجد على طول. أول ما تنزل قدام مسجد السيدة عائشة هتلاقي قدامك شارعين، الشارع الأول اللي على إيديك اليمين ده هو شارع القادرية، والشارع التاني اللي على إيديك الشمال هو شارع الخلاء. أول حاجة شارع القادرية ده هتلاقي فيه معالم تاريخية كتير زي بوابة قايتباي ومسجد الإمام الشافعي، والشارع التاني هو شارع الخلاء وهتلاقي فيه سوق السيدة عائشة، وده اللي احنا جايين علشانه. ودلوقتي احنا رحنا السوق بدري عشان نختار احلى حاجه في السوق، او زي ما بيقولوا عليها الكريمه. واول ما تخش شارع السوق هتلاقي مكان مخصص هناك لبيع الملابس وبيع الكوتشات، هتلاقي الحاجات هناك براندات وهتلاقي حاجات مستعمله، والحاجات هناك باقل الاسعار يعني مناسبه للجميع. ومن الافضل هناك ان انت ما تسالش عن اصل البضاعه دي جايه منين. هتلاقي ماركات تمام زي زارا، واكيد يعني مش اصل هتلاقيه هايكوبي او كوبي. تمام، عامل كام ده يا معلم؟ 250. هو شكله يديلك ان هو يعني اصلي وكده، بس هو هايكوبي على فكره. تمام، وحاجه جامده. هو زارا. تمام، زارا هايكوبي جامد بصراحه. بخمسة الشراب بخمسة الشراب بخمسة. وزي ما هتلاقي الشباب في كل حته، هتلاقي برضو الاطفال هنا عند عم مارادونا. تمام، بكام ده عم مارادونا؟ ب 25. 25. تمام، وبرضه هتلاقي هنا الاحجام الخاصه. تمام، اللهم صل على النبي يعني. تمام، وبرضه هتلاقوا هناك ملابس لكل اخواتنا المطرقعين واخواتنا التلفانين. مرحبوش مع مصالح مع عروش، شافوني غلط ولا ما عطعوش. انا سواد وانا فعلي، انا مؤدب وانا مفتري. وبرضه احنا دلوقتي هنلاقي نظارات عند اول ما تخش الطحاويه على طول، هتلاقي هنا برضه مكان لبيع النظارات. هي النظارات دي ماركه وكده؟ ايوه ان شاء الله. عندي حاجات ايكوبي، عندي حاجات فريسكوبي، عندي حاجات اوريجينال. عندك حاجات زي كده ربان حاجه ربان زي كده. تمام. عندك حاجه بيرسول زي كده. تمام. بيرسول غني التعريف بردك. الحاجات دي بتبقى اصليه ولا بتبقى ايه دي؟ دي حاجه فريسكوبي ما بتتخيرش عن الاصليه والله. عندك حاجه زي كده اصليه بقى. دي اصلي؟ حته عامله بره 3.5 و4. والله. دي عامله كام عندك بقى؟ دي عامله 800 جنيه بس. 800 جنيه. والسود عيونه. وبرضه علشان اخواتنا الرياضيين هتلاقوا هناك ستارزات، هتلاقوا حاجات جديده وهتلاقوا حاجات مستعمله، وهتلاقوا تيشيرتات لكل النوادي. بعد كده هنخش على سوق الانتيكات، السوق اللي هتلاقي فيه اي حاجه قديمه انت عايزها، من عملات واحجار كريمه وتماثيل وسبح وساعات وحاجات تانية كتير. بعد كده هنخش على مكان مخصص للفوفو. الفوفو لكل فحل مهكع مر عليه الزمن. وبعد المسافه اللي احنا مشيناها دي، الشارع طويل جدا، فلازم تقف تاكل فول وطعميه عند المعلم احمد هنا. يعني حاجه جمدان جدا، فول طرش الطرش وطعميه طرش الطرش والمغلل طرش الطرش.
الحاجات اللي بدات تنتشر في سوق الجمعه هنا هي المشروعات التجاريه اللي بتبيع السلع وكده باسعار بسيطه، زي مثلا هنا هتلاقوا ورايا امام، تمام، هو ده مشروع تجاري حكومي. وبرضه هتلاقوا هناك بيت العيله، تمام. هي الشركات بدات تستغل المناطق دي عشان هي نشطه تجاريا وكده، فبدات تعمل مشاريع هنا وتستغل المناطق دي يعني وتبيع سلعها. واحنا دلوقتي بعد ما خلصنا سوق الملابس وسوق الانتيكات وسوق الالكترونيات هنخش على مكان جديد مخصص لبيع الطيور، ويعتبر اشهر حاجه في سوق السيده عيشه، هو سوق الحمام والعصافير. السوق ده هتلاقي فيه ناس كتير، منهم من جاي للتجاره ومنهم من جاي حبا في هوايه الحمام والعصافير. واحنا دلوقتي هنحاول نتكلم مع واحد من الناس اللي جاي علشان سوق الحمام والعصافير ده. واحنا دلوقتي قابلنا عم محمود واحنا في طريقنا للسوق كده. السوق تمام. ازيك يا محمود؟ الحمد لله يا سميم، اخبارك؟ الحمد لله. طيب. وانت طيب. ممكن انت بس تقول لنا على الحاجات اللي معاك دي؟ دي ازابيل مصبعات. ده كوكتيل اصلا. هي اصلا نوعها ايه طيب؟ كوكتيل. دي زي البغبغانات كده؟ زي البغبغانات؟ ايوه، فصلت البغبغانات. واللي تحت ده كوكتيل البينو ابيض عين حمراء. تمام. انت بدات تيجي السوق من امتى طيب؟ من حوالي يجي 10 سنين وزياده. انت واخد الموضوع ده تجاره ولا كهوايه وكده؟ هوايه وتجاره في نفس الوقت. تمام. انت بتربي الحاجات دي اصلا؟ بربيها من حوالي 20 سنه. تمام. ماشي يا عم محمود. وزي ما في سوق مخصص للطيور هتلاقوا هناك برضو سوق مخصص لكل انواع اسماك الزينه اللي ممكن تشوفها، وهتلاقوا جوه السوق ده برضو كل انواع الطعام اللي ممكن تستخدمها للاسماك دي. وبرضه من الحاجات اللي غريبه ان هنا برضه بيبيعوا التعابين، تمام. التعابين دي مش سامه صح؟ ولا اي حاجه. طب هي بتبقى متحاشى منها السم ولا هي ما بتبقاش اصلا؟ هي اساسا ما فيهاش سم. ما فيهاش سم. اسمها ايه دي بقى ولا نوعها ايه؟ ابو السيور. ابو السيور دي عامله كام؟ 350. بتجيبوها منين طيب دي؟ برضه نفس الصيادين برضه. تمام. يعني هي عادي بيعها ومفيش اي مشاكل منها ولا قرص ولا سمه ولا الكلام ده. دي كانت نهايه الفيديو. التجربه كانت حلوه جدا وجامده جدا، بس تيجي تحرص على نفسك هنا وتامن على نفسك خالص، تمام. تيجي هنا المكان تمام جدا 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 وبارخص الاسعار يعتبر، تمام. ودي كانت نهايه الفيديو. يلا سلام.